So poison. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا بكم شباب في حلقة جديدة قناتنا ذا هاكر. في هذه الحلقة تكير متابعين الفيسبوك. مثل ما وريناكم كيف تزيدوا لايكات يعني بالألوف. الحين نوريكم كيف تزيدوا المتابعين بصفحتك الشخصية على الفيسبوك. طبعا ما تحتاج روت أو نوع جو معين، يعني أو تقدر تسويه باللابتوب عادي أو أي شيء، يعني ما يختلف. طبعا هذه الصفحة صفحة شخصية فيسبوك عادي. هذه الصفحة العادية زي ما تشوفوا المتابعين 220 الحين، 220 متابع. وريكم كيف تسوي الطريقة بالضبط بدون روت ولا نوع جوال معين، يعني باللابتوب او جوال اي شيء عادي. تدخل على هذا الرابط. اول شيء زي ما تشوفوا المتابعين 220، ثم تحتاج انك تدخل على الانترنت عادي على اي متصفح وتدخل على هذا الرابط. راح اكتب لكم الرابط تحت تلقوه في الوصف. تدخل على الرابط عادي، وهذا الرابط مشكلة هذا الموقع انه مليان اعلانات، فيه اعلانات كثير. طبعا تجيك هذه الصفحة، تنتظر 5 ثواني، بعدين تسوي تخطي 5 ثواني. ما تضغط تحت، لا، كلها اعلانات، كلها وهم تحت. ما تضغط على شيء تحت، انتظر 5 ثواني واضغط على اللي فوق كلمة تخطي الاعلانات. ترجع لك مرة ثانية تسوي نفس الشيء، انتظر 5 ثواني لما تطلع. احيانا تطول معك شوي حسب خط الاعلانات. نفس الشيء، ما تضغط شيء على هذا، ما تضغط، كله وهم اللي تحت. وتجيك هذه الصفحة لونها اخضر كذا. طبعا في طريقتين انك تدخل بها على حسابك. طريقة التوكن مثل ما سويناه في المرة الماضية في زيادة اللايكات، بس مو هذا الموقع، كان موقع فيتنامي هذا. طبعا تدخل على هنا تسوي موافقة على حسابك، وتدخل على الثانية وتاخذ التوكن تبع حسابك وتحطه هنا وتسوي لوجين. وفي طريقة ثانية انا وريتكم هذه الطريقة كيف يعني في الموقع الثاني، لكن اوريكم طريقة الاسرع يعني شوي. انك تكتب عنوانك جيميل عندك او الياهو او اللي مسجل فيه فيسبوك، تمام، وتكتب الرمز الفيسبوك اللي عندك. لو خايف يعني تقول لا ممكن ياخذوه او كذا عادي، اطلع فوق، تدخل على الاولى هذه وسوي موافق على انهم يقروا حسابك وكذا، يقروا فقط. وتدخل على الثانية وتاخذ التوكن مثل ما سوينا في اللايكات، وبعدين ترجع وتكتب التوكن هنا وتسوي لوجين، او تكتب حسابك عادي. ما في خوف يعني. هم بيزيدوا حسابات، يعني ناس كثير تستخدم الموقع، ما يحتاج حساب. طبعا تكتب حسابك فوق هنا وتكتب الرمز تحت، تجيك هذه الصفحة. طبعا تكتب اللون الأحمر، هذه الكتيبة اللي باللون الأحمر تكتبها بالضبط نفس اللي في الصورة. طبعا اللغة الإنجليزية وممكن يكون فيها حروف. تكتب نفس ما تطلع لك، تسوي كونتينيو، تضغط على كلمة كونتينيو. لو غلطت في الكلمة راح يرجعوا لك بس صورة ثانية. طبعا تجيك هذه الصفحة بعدين. ممكن يكتبوا لك اسمك، انا طبعا اسمي مخفي واحيانا يجيكم مخفي. المهم تنزل على هوبلا فولورز، هذه فولورز المتابعين، وهذه تبع اللايكات، لكن ما تضغطوا على تبع اللايكات. وريتكم الطريقة الافضل، الموقع هذاك افضل في اللايكات، هذا متعب قليل. تدخل على هذه المتابعين. طبعا تقدر تترجم الصفحة عندك، لو فاتح من المتصفح عادي ترجم الصفحة، جوجل يترجم لك الصفحة عادي باللغة العربية تطلع لك، مثل ما سوينا في الموقع الفيتنامي هذا. طبعا جيكم هذه اعلانات. طبعا انتظر 5 ثواني، تضغط على فوق على اليمين هنا سكيب اد، تخطي الاعلان، تضغط عليه. شوف فتح لك صفحة ثانية. بس اسوي تخطي الاعلان وارجع. فتحت معاي زي ما تشوفوا المتابعين، زي ما قلت لكم 220. اول ما تسوي تخطي الاعلان تجيك هذه الصفحة، تسوي تخطي. لو جاتك عنوان ثاني لا، ارجع سكره وسوي تخطي الاعلان. طبعا زي ما تشوفوا المتابعين 220. هذه طلبات الصداقة اللي انت ما قبلتها معلقة وكذا. اضغط على هذه سنت فولوز ويرسلوا لك المتابعين.
زي ما تشوفوا العدد 220. هو عادة يزيدوا 100 او ممكن 110 120 على حسب، يعني في ناس زادوا لهم اكثر. يعني انتو حظك كل مرة، يعني تزيد 100 مثلا، بعد نصف ساعة ترجع على الموقع وتضغط عليه وتدخل وتسجل كل شيء مثل ما سوينا بالضبط. كل نص ساعة تزود 100 150 120 كذا، يعني العدد اللي تبيه، يعني ما لا نهاية. طبعا تضغط على كلمة send forward. نت ضعيف شوي، واني بس ارجع لكم. خلاص طبعا زي ما قلت لكم ترجع بعدين على الصفحة زي ما تشوف. طبعا تحدث الصفحة تلقى المتابعين، شوفوا كانوا 220 تقريبا، الحين 331، يعني زادوا 111 تقريبا 111. يعني زي ما قلت لكم العدد يختلف فوق 100، هو 100 110 و20 50، يعني ارقام كذا. وتقدر تسويها تقريبا كل نص ساعة تقريبا او 40 دقيقة كذا. تدخل على الموقع وتسوي نفس الشيء. اول ما تدخل راح يقول لك عد تنازلي، يجيب لك عد تنازلي انه فاضل لك يعني نص ساعة او 40 دقيقة، وبعدين تقدر تسوي نفس الطريقة من جديد. طبعا لو عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك سبسكرايب مفضلة، تابعونا فيديوهات جديدة. اي حد عنده تعليق على الموضوع او شيء يكتب تحت في تعليق وحنرد عليه في اقرب وقت ان شاء الله. طبعا لا تنسوا لايك سبسكرايب مفضلة. طبعا هذا كان تهكير متابعين للفيسبوك عن طريق الجوال او اللابتوب، ما يهم اي شيء. وسوينا لكم تهكير اللايكات. طبعا لو تبوا تهكير اضافات صداقة او تعليقات، تهكير التعليقات، اكتبوا لنا تحت في تعليق ونسوي لكم كل شيء ان شاء الله. طبعا لا تنسوا لايك سبسكرايب مفضلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.